نرجع تاني لمؤتمر الشراكة الوطنية المنعقد في مركز إعداد القادة، نتابع جزء آخر منه ونعود بعده مباشرة. في إقرار ميثاق للشرف الإعلامي وخطة واضحة لدمج الشباب في الحياة السياسية. ونحن بهذه المطالب نعود بالثورة المصرية لمربع الشعب، بعيدا عن محاولات جماعة الإخوان وغيرها ممن يسعى لسرقة الثورة لتنسبها لنفسها للحكم على أكتاف الشعب مرة أخرى. ولذلك فإن الانحياز للشعب ومطالبه العادلة هو أمر حتمي لكي يجني المصريون ثمار نضال متواصل وممتد لن يتخلوا عنه، ولكي يحرم هذه الجماعة من تعاطف شعبي لا يستحقونه. وأخيرا فلنتذكر دوما أن الشعب المصري سيظل متمسكا بأهداف ثورته المتمثلة في الدولة المدنية والاستقلال الوطني والعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، كما أنه سيظل يقظا وواعيا لأي محاولات تستهدف سرقتها أو الالتفاف على مطالبها. عاش نضال الشعب المصري. شكرا.